طريق النجاح عمره ما كان مفروش بالورد. سمعت مقولة عجبتني جدا: طريق النجاح موحش وصديقك الوحيد فيه هو الوحدة. بس هنا السؤال: الوحدة دي نقمة ولا نعمة؟ الحقيقة هي اختيارك. الوحدة ممكن تكون وقت تلاقي فيه نفسك وتبني فيها أحلامك، تسمع فيها صوت عقلك بعيد عن الدوشة. وفي البداية طبيعي جدا يكون أدائك ضعيف، ما تخافش من ده. الحقيقي إن مفيش حد بدأ بداية مثالية، وأي نجاح كبير بنشوفه النهاردة كان في يوم مجرد فكرة صغيرة وخطوة أولى مهزوزة. لو كل حد خاف من البداية ما كانش زمان حد وصل للنجاح. لكن في نقطة مهمة لازم تفهمها: مش كل الناس بتبدأ من نفس الصفر. في اللي اتربى في بيئة مريحة ومدارس انترناشونال وعنده علاقات تفتح له أبواب، وفي اللي بدأ من ظروف أصعب، من مكان بعيد أو من بيئة محدودة الإمكانيات، ما يعرفش حاجة عن الموبايل أصلا. ده أكيد الصفر بتاعه غير ده، لكن الفرق ممكن ما يكونش في البداية. الفرق في الاستمرارية، انك تركز على رحلتك انت بدل ما تقارن نفسك بغيرك. وطبعا الفشل ملوش تعريف واحد. الحقيقة البسيطة هو لو ما حاولتش انت بالفعل 100% فاشل، لكن لو حاولت حتى لو النتيجة مش كاملة عندك فرصة 50% للنجاح. وده معناه ان المحاولة دايما تستحق. الفشل مجرد تجربة بتعلمك تتجنب الغلطات وتبدأ من جديد بشكل أذكى. وأخيرا وليس آخرا، خلي بالك من أكتر حاجة بتحدد طريقك: العقل زي الإسفنجة بيمتص كل حاجة بتعرضه ليها. اللي بتتفرج عليه، اللي بتسمعه، اللي بتقراه، كل ده بيأثر على طريقة تفكيرك. لو شغلت عقلك بحاجات مفيدة، كورسات، معلومات، محتوى مفيد، هتلاقي نفسك بتتقدم. إما لو شغلته بحاجات فارغة أو سلبية هتلاقيه بيشدك لورا. النجاح محتاج تركيز وصبر يا صديقي، وإيمان إنك تقدر مهما كان مكانك.